يا اهلا وسهلا. الولاد عايزين ياكلوا بيتزا ميكس جبن وعايزين يشتروا من بره. قلت لهم لا، تعالوا انا هعملها لكم في البيت زي اللي بتشتروها من بره بالظبط. قالوا لي انتي ما بتحطيش فيها الجبن اللي احنا بنشوفها بتيجي من بره. قلت لهم والله لا، اعملها لكم بنفس الطعم بالظبط. تعالوا بقى النهارده هنعمل الجبنه اللي بتبقى صوص الجبنه اللي بيبقى في البيتزا، الطعم الرائع اللي بيبقى تحفه ده. مش الجبنه الموزاريلا، لا، صوص الجبنه اللي بيبقى طعمه حلو قوي، بيدي البيتزا طعم خطير. من شويه جبنه صغيرين كده، موزاريلا وميكس جبن، هنحطهم بقى وهنعمل طاسه كبيره قد كده بالشكل ده. طعمها لذيذ جدا وتنفع في كذا حاجه بقى، مش البيتزا بس، سندوتشات الهمبرجر، مع اي حاجه عليها صوصات، مع الكفته. طعمها حكايه بصراحه. بصوا بقى، هنعمل طاسه كبيره هتقضي كل البيتزا اللي احنا شفناها في الاول دي. قبل ما نبدأ كده نصلي على الرسول ونقول عليه الصلاة والسلام. لأول مرة يشوف قناتنا على اليوتيوب يا ريت يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو. شفتوا بقى؟ تحفة. طعمها لذيذ لذيذ. الولاد بقوا ياكلوها وانا بعمل كده قالوا لي نفس الطعم، نفس الشكل بالظبط. اهي بالشكل كده. تمام. شفتوا طاسة قد ايه؟ ما شاء الله، كمية كبيرة جدا من مكونات بسيطة خالص، اضافات من البيت كده، على شوية جبنة موزاريلا وجبنة ايه. نبدأ كده ونقول بسم الله. عندي طاسة على النار، هنزل فيها ب3 معالق كبار من الزبدة الصفراء، ولازم تكون زبدة. تمام كده. ولما تكون صفرة بتدي نفس الشكل اللي بيبقى بتاع الجبنة اللي فوق البيتزا الحلو ده. تمام كده، نحطهم يفكوا على النار. عندي بقى الدقيق بتاعي، هحط حوالي 4 معالق كبار من الدقيق على السمنة وهي متولع عليها البوتاجاز على نار هادية خالص. 4 معالق من الدقيق، معالق كبيرة كده مليانة هرمي، بس انا زودت شوية علشان معالق ناقصة، عشان ايه ده اخر الدقيق في الكيس. تمام كده، يبقى 3 معالق كبار من الزبدة وعليهم 4 معالق من الدقيق. اشوح بقى الدقيق مع الزبدة لحد ما ريحته تطلع ويبقى ريحته جميلة وطعمه حلو كده، يتحمص اهو بالشكل ده. مع التقليب بقى برضو على نار هادية، ما سيبهوش خالص. تعالوا بقى، عندي كوبايتين كبار من اللبن اهوت، انزل على طول مع التقليب. كوبايتين كبار، ادي واحدة وادي التانية، مج كبير اهوت، يبقى كده كوبايتين، ولو احتاجنا كمان نص كوباية ولا حاجة هنحطه. اقلب بقى كويس قوي قوي السمنة والدقيق واللبن مع بعض لحد ما يتجانس خالص خالص، ويعمل الخليط الطري اللي انا عايزاه بالشكل ده اهو، مع التقليب على نار هادية كده. تمام بقى زي الفل اهو. خلاص كده، عندي الجبنة الموزاريلا بتاعتي، شوية وشوية جبنة ميكس، يعني من دي ومن دي. خلاص كده، دي بقت الشكل دي مع اللبن. عندي بقى ميكس جبن وجبنة موزاريلا، عندي طبق حلو كده وطبق حلو. طبعا لو حطينا الطبق ده والطبق ده وقدهم مرتين تلاتة على البيتزا اللي انا عاملاها مش هتقضي، فلازم ايه نزود الكمية. وادي الجبنة الموزاريلا، ونفس الطعم بالظبط بالظبط، طعمها حكاية بصراحة. انا بقيت اكل منها بعد ما سويتها، طعمها حلو قوي. هنقلب بقى كده بالراحة، هشيل المضرب خالص وانزل بقى بمعلقة ولا حاجة ولا زبديولة علشان الم الحراف كلها مع بعضها لحد ما الجبنة كلها تسيح في قلب اللبن والدقيق اهو. طبعا كل ما هتسيح هتدي بقى الشكل، الجبنة المطة، الجبنة الحلوة دي. وطبعا انا قلت لكم ده صوص جبنة مش جبنة موزاريلا، عشان ما حدش يقول لي هي ما بتمطش ليه. لا، هي مش هيبقى فيها مطة قوي، يعني حاجة بسيطة كده. ده صوص الجبنة اللي بيبقى على البيتزا، مش المطة بتاعت الجبنة الموزاريلا خالص. تمام كده اهو. ادنا بقى مولعة عليها على نار هادية لحد الجبنة كلها ما تفك وتسيح في قلب الخليط بتاعي ده. في الاخر خالص بقى اديها سنة ملح، ربع معلقة ملح كده ولا حاجة علشان الطعم، وكده زي الفل. نحطها بقى، دي ممكن نحضرها ونحطها في علبة في التلاجة تقعد بالاسبوع في التلاجة. انما انا بقى هشتغل بيها، هعمل بيها البيتزا اللي شفتها في الاول دي كلها، هشتغل بيها دلوقتي حالا.
فعشان كده ما حطيتهاش في علبة ولا حاجة. خلاص كده اهي كده تمام، بقت زي الفل، ما بتاخدش بالظبط تحضير 5 دقايق. وده صوص الجبنة اللي المحلات الكبيرة شغالة بيه. انا كنت بستغرب واقول ازاي بيحطوا الجبنة دي كلها في البيتزا، مع اني بجيب كيسين كبار قد كده ما بعرفش اعمل منهم بيتزتين 3 وما بيبقاش بنفس الطعم. فجبت لكم السر من بتاع المطعم البيتزا نفسه. هو ده بصوا تحفة. اهي المطة بدأت تبان اهي، والطعم لذيذ لذيذ. خلاص كده كده تمام. وصلنا بقى المرحلة ان هي بقت تقيلة بالشكل ده. هو ده بقى القوام اللي انا عايزاه. تحطيها بقى فوق البيتزا تفرديها، بصوا الشكل طعمها حكاية. تحطي بقى منها المعلقة وهي سخنة كده فوق البيتزا وتفرديها، خطيرة. تخش ده طبعا البيتزا اللي انا عجناها عشان اسويه. اتمنى فيديو النهاردة يا رب يعجبكم.